السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني الكرام، نديروا اخر اخبار محترفين المغاربه. رسميا يحيى عطية الله كيغيب على الديربي، كذلك نهضروا على حكيم زياش وغلطة سراي، كذلك اشرف حكيمي اللي غتسمح له للجميع باش يلعب المباراه مع فريق باريس سان جيرمان، وكذلك بلال الخنوس واتلتيكو مدريد. فيديو مهم جدا، ديروا لنا خوتي اشتراك ولايك. هادو هما الصور وصول اللاعبين لمعسكر المنتخب الوطني قبل ان شاء الله ما ينطلق كاس افريقيا القادمه. بدا العد العكسي ديال كاس افريقيا بالنسبه للمنتخب الوطني والتحاق اللاعبين بالمعسكر المنتخب الوطني. كنتمناو ان شاء الله حظ اوفر، وبالنسبه لسفيان بوفال كنتمناو ان شاء الله ينتفض في كاس افريقيا اللي قادمه. ان شاء الله كل التوفيق لاسود الاطلس ان شاء الله في كاس افريقيا، وكنتمنوا ان شاء الله نتوجوا بهذا اللقب. لما لا؟ بالنسبه لاشرف حكيمي، اكد اليوم المدرب لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان على ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم سمحت لاشرف حكيمي باش ياخذ المباراه امام فريق تولوز في نهائي السوبر الفرنسي. وكنتمنوا ان شاء الله اشرف حكيمي التوفيق ويفوز باللقب، وما كنتمناوش بصراحه اللاعب يتصاب او لا شي حاجه تكون مشكله كبيره. بصراحه اللاعب كما كنقولوا نص دفاع المنتخب الوطني، لاعب مهم جدا وكيقدم مستويات كبيره في المنتخب الوطني. واشرف حكيمي كما كنعرفوا كيقدم مستوى كبير مع المنتخب الوطني رغم الاصابه في كاس العالم، وكيف ما جنا كان كيتحامل على النفس ديالو وقدم اداء خرافي مع المنتخب. وكنتمناو له ان شاء الله ما يصيبو حتى شي مكروه غدا ان شاء الله امام تولوز يلعب المباراه ديالو ويرجع المنتخب يوم الخميس، غيكون حاضر في معسكر المنتخب الوطني. وكنتمناو له ان شاء الله التوفيق غدا ان شاء الله في نهائي السوبر. وان شاء الله بعد المباراه غنهضروا عليه. بالنسبه ليحيى عطية الله، رسميا كذلك حتى هو غيغيب يحيى عطية الله على فريق الوداد اللي غيلعبوا غدا الديربي امام الرجاء الرياضي ابتداء من 4 مساء بتوقيت المغرب. ان شاء الله يحيى عطية الله اللي كيقدم مستوى كبير كذلك مع المنتخب، فيما تحت الفرصه كيدخل كبديل او لا كيلعب كاساسي يقدم مستويات كبيره. وبالنسبه ليحيى عطية الله غدا غيغيب على فريق الوداد امام الرجاء في الديربي، وخساره كبيره لفريق الوداد اللي كما كنعرفوا فريق الوداد كيعاني من الاصابات كبيره في فريق الوداد، بزاف د اللاعبين عندهم غايبين. وكنتمنى ان شاء الله ليحيى عطية الله التوفيق مع المنتخب الوطني في كاس افريقيا. وكما كنعرفوه عنده خبره كبيره في افريقيا يحيى عطية الله مع فريق الوداد وكذلك مع المنتخب الوطني، وكنتمناو له التوفيق. وكيل اعمال حكيم زياش، كاين في الشائعات اللي ذكرت على ان حكيم زياش غير حال على نادي غالاتا سراي التركي ويقدر ينتقل لنادي روما الايطالي او لا نادي الميلان، هما اللي باغيين حكيم زياش. وكما شفنا حكيم زياش بدا كيرجع المستوى ديالو مع نادي غالاتا سراي التركي، والمشكله ماليه فقط مع نادي غالاتا سراي اللي ما كيدفعوش كما كنقولوا الراتب ديال حكيم زياش. وكنتمناو صراحه لحكيم زياش التوفيق. وكيف ما شفنا حكيم زياش بوسطات الصوره هذه قميص المنتخب الوطني، وذكر على ان اراكم قريبا ان شاء الله، غراو قريبا ان شاء الله في كاس افريقيا مع المنتخب الوطني غيقدم فيها اداء خرافي كما قدموا في كاس العالم. وان شاء الله المجهود ديال حكيم زياش مع المنتخب واللاعبين ديال المنتخب يتوجوا ان شاء الله بكاس افريقيا، كذلك يفرحوا الشعب المغربي مره اخرى ويفرحونا احنا كذلك كما فرحونا في كاس العالم اللي داروا كاس العالم اسطوريه اللي ما تنساش من افريقيا وكذلك من الجماهير العربيه وكذلك المغربيه. بالنسبه لبلال الخنوس، ذكرت تقارير صحفيه بلجيكيه على ان نادي اتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع الموهبه بلال الخنوس. وكنتمنى لنا بصراحه اللي انتقل نادي اتلتيكو مدريد غتكون خطوه الى الامام. نادي اتلتيكو مدريد كما كنعرفوه نادي قوي جدا وكينافس كذلك في دوري ابطال اوروبا، وكذلك كينافس في الدوري الاسباني على اللقب، وكذلك في دوري ابطال اوروبا في السنوات الاخيره كما شفنا مع المدرب ديغو سينيوني الارجنتيني كينافس اتلتيكو مدريد، وصل 2 مرات نهائي دوري ابطال اوروبا. وكما كنعرفوا كاملين خسر اللقبين امام ريال مدريد، يعني فريق اتلتيكو مدريد فريق من بين العمالقه ديال اوروبا. وإلا انتقل غتكون خطوه جيده جدا، بلا ما ينتقل كما كنقولوا النادي بنفيكا او لا شي نادي اخر في دوري متاخر. كنتمنى له ان شاء الله التوفيق بلال الخنوس، ورغم غيلعب كاس افريقيا القادمه ان شاء الله في الكوديفوار مع المنتخب الوطني، نادي اتلتيكو مدريد باغي يحسموا الصفقه
ويتعاقدوا معه. وكما كنعرفوا بلال الخنوس موهبة قادمة بقوة، وبصراحة لاعب موهوب جدا، وكما شفنا الأداء ديالو الخرافي مع المنتخب الوطني وكذلك مع الفريق ديالو، وكنتمناو له التوفيق. كان معكم محمد، والسلام عليكم.